أهلين، اشتقت لكم كتير. اليوم بدي أحكي لكم حكاية، بس بصراحة ما بعرف إذا كلمة حكاية هي الكلمة الصح، لأن اللي صار معي مو موقف واحد، كانوا مواقف صغيرة. كل موقف لحاله كنت قادرة أقول عنه عادي، يعني ما قصدت. يمكن أنا فهمت غلط، يمكن عم كبر الموضوع، بس لما جمعت كل المواقف ببعض اكتشفت إنه الشي اللي كنت عم حاول ما أشوفه كان واضح من زمان. أنا كنت الاختيار الثاني، والأصعب من إنك تكون الاختيار الثاني إنك تكون مفكر حالك شخص مهم عند حدا، وبعدين تكتشف إنه بيتذكرك بس لما الشخص اللي كان بده إياه ما يكون موجود. خلوني أحكي لكم من البداية. كان عندي رفيقة اسمها حور، وكنا بنعرف بعض من فترة، وأنا عن جد كنت بحبها كتير. كنت أعتبرها من أقرب الناس إلي. إذا صار معي شي حلو بدي أحكي لها، إذا شفت شي بعرف إنها بتحبه تيجي عبالي، وإذا بدي أطلع أو أعمل شي أفكر فيها. وكان عندها صحبة تانية اسمها بيسان، وهن الاتنين كانوا قريبين من بعض، وأنا ما كان عندي أي مشكلة، لأن الصداقة مو امتلاك. مو لأنه حور رفيقتي معناته ممنوع يكون عندها صاحبة تانية، بس المشكلة إنه شوي شوي بلشت أحس إن وجود بيسان كان يعني غيابي أنا. أهلين حور، شو عم تعملي بكرة؟ والله ما أدري. ليش؟ صار لنا فترة ما قعدنا سوا، قلت يمكن نطلع شوي. باجر؟ ايه، يمكن عندي شغلة لانا، والله ما أدري. خلص مو مشكلة، إذا فضيتي حاكيني. ايه أكيد. إجا بكرة وما حكت، قلت أكيد انشغلت. ما سألتها، ما زعلت، وبعدها عرفت إنها طلعت مع بيسان. وقتها وقفت شوي، بس بسرعة قلت لحالي أكيد كانوا متفقين من قبل، يمكن بيسان حكت معها من زمان. عادي يا لانا، وعديتها. بعد كام يوم كنت أنا وحور عم نحكي. حور، شفت المكان الجديد اللي فتح؟ ايه شفته بالصور. شو رأيك نروح سوا؟ ايه والله خوش مكان، نروح له اكيد. هالاسبوع نرتب ونروح. كنت مبسوطة، واستنيت مر يوم، يومين، 3 ولا شي، وبعدها حور حكت معي. لا أنا تدرين المكان اللي حكيتيلي عنه؟ ايه، رحت له البارحة، كلش حلو. رحتي؟ مع مين؟ اني وبيسان. الو لانا؟ ايه معك. والله المكان بجنن، لازم تروحين له. ايه اكيد. بعد ما خلصنا حكي ضليت افكر، لازم تروحين له، بس مو نحنا قلنا إن منروح سوا؟ كنت بدي ابعت لها حور مو اتفقنا نروح سوا. كتبت الجملة وضليت اطلع فيها، وبعدين مسحتها. قلت شو بدي اعمل مشكلة على طلعة، وأعطيتها عذري الجديد. بعد فترة حور هي اللي حكت معي. أهلين لانا، شو سوين باجر؟ ما عندي شي، أريد أروح أشتري كم شغلة، تجين وياي؟ إيه أكيد إذا بدك. زين باجر أحجي وياج. تمام. تاني يوم صحيت واستنيت حور تحكي، ما حكت. قلت يمكن بعدها ما جهزت. مر الوقت وما حكت. بالآخر أنا بعت لها، قلت لها يعني حور لسه بدنا نطلع. مر شوي وردت، قالت إنه لا أنا نسيت أحجيلج، أنا طلعت. انصدمت وقتها وقلت لها طلعتي؟
قالت ايه بيسام فضد، فطلعنا سوا من بدري. وقتها عن جد زعلت، لأن هالمرة مو أنا اللي طلبت منها، هي اللي طلبت مني، هي اللي قالت جين وياي وأنا وافقت. وبعدين بيسان فضت، فأنا اختفيت وحتى ما تذكرت تخبرني، فما بدي أعمل شي، كتبت لها تمام ولا يهمك. بس بعد ما بعتها ضليت أتطلع بالجملة ولا يهمك، بس كان يهمني كتير. والمشكلة إني بدل ما أزعل منها بلشت ألوم حالي، قلت يمكن أنا حساسة زيادة، يمكن الموضوع فعلا بسيط، يمكن أي حدا مكاني ما كان راح يزعل، يمكن. كنت كل مرة أعطي حور عذر، وأنا ولا مرة عطيت حالي ألحق إني أزعل. كنت خايفة إذا حكيت تقول شو هالحساسية أو عم تكبر الموضوع، فكنت أختار أسهل جملة عادي تمام، حتى لما ما كان عادي. بيوم حور حكت معي وهي متضايقة، لانا أريد أحجي وياج. شو صار؟ احكيلي أنا سامعتك. سمعتها للنهاية، كل ما تسكت استنيتها، كل ما تقول خلاص ما أريد أحجي أقول لها خدي راحتك أنا هون. وبآخر المكالمة قالت لي تدرين شنو أحب بيج؟ أنا قلت لها شو؟ قالت إن جدوم موجودة إلي. طبعا موجودة. قالت انتي صدق ما تفهميني؟ قلت لها لأنك بتهميني يا حور. بصراحة فرحت بكلامها وقلت لحالي شايفة، يمكن انتي فعلا ظلمتيها، هي بتحبك وانتي مهمة عندها. كنت فعلا مرتاحة شوي، قلت لحالي يمكن أنا كنت ظالمتها، يمكن هي فعلا بتحبني وأنا عم فكر زيادة. وبعدها بدقايق وصلتني رسالة منها، فتحتها وكان مكتوب